طب إيه الconcept في المشروع؟ وهو ده المهم في موضوعنا. ثانية واحدة بس، هتقول لي بس طيب طمني على المهندس المعماري، يعني حصل له إيه قبل ما نكمل الحلقة؟ هقول لك بعد شوية. المعماري أحمد اللاهوري اعتمد التماثل والسيمترية في كامل طول المشروع، وقسم المشروع إلى جزئين: جزء أرضي بيمثل الحياة الدنيا واللي فيه مدخل المشروع مربوط بالعالم الخارجي، وجزء روحاني وبيمثل الحياة الآخرة واللي بيحتضن الضريح والمسجد. جميع المباني ما عدا الضريح بنيت من الطوب الأحمر، وتم تطعيمها بالرخام الأبيض، وده شيء رمزي مستوحى من التقاليد الهندية اللي كان فيها اللون الأحمر بيرمز للجسد، واللون الأبيض بيرمز للنقاء الروحي. لكن الضريح اللي بيمثل قلب المشروع واللي كان محاط بأربع مآذن كان بالكامل من الرخام الأبيض، وكأنه بيقول إن الأميرة الشابة كانت رمز للنقاء الروحي بالكامل. بصراحة كونسبت عالي قوي، وكفاية إن هو يخليه أجمل مبنى، يعني مبنى رائع جدا. لا، اصبر شوية، لسه التقيل جاي. هتقول لي طب يعني بالنسبة للمهندس المعماري إيه الأخبار؟ هقول لك بعد شوية. وما تنساش تشترك في القناة دلوقتي، واعمل إعجاب، واكتب لي رأيك في التعليقات بعد الحلقة ما تخلص، وإلا الإمبراطور.